السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعات قناتكم ادم سعيد. مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غادي نحضروا ورقه البسطيله بطريقه عاديه جدا، بطريقه سهله كذلك وجميله. فتعمدت ان نحضر لكم ورقه البسطيله بجميع الطرق باش تشوفوا نتوما المناسبه لكم وتحضروا بها ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا الورقه، غادي نحتاجوا ليها الطحين. عندي هنايا تقريبا 250 غرام ديال الفورص، غادي نحتاجوا معها قبصه ديال الملح، وغادي نحتاجوا معها حوالي ملعقه ديال الزيت. من بعد غادي نضيف الماء وغادي نبدا نخلط هكا ونبدا ندلك في العجين. هنايا العجينه ديالنا غادي نديروها مطلوقه بحال العجينه ديال السفنج، فما نجريوهاش من المره الاولى دقه واحده، لا، في المره الاولى تنخليو العجينه شويه شاده في راسها عاد باش نبداو نزيدو في الماء بشويه بشويه. الدور ديال الزيت هنايا هو كيخلينا هذيك الورقه ديالنا ما كتلصقش لنا في المقله. ملي كنبغيو نحضروا بها ان شاء الله غادي نحضروها بلا فرشات، فقط باليد ديالنا تماما بحال كما كتصايب على الزنقه، غير حنا غادي نحضروها يعني بطريقه بمقله اللي غادي تكون المقله ديالنا ان شاء الله، وبطريقه بسيطه كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا هنايا كنحاول نخلط، كنبدا نضيف في الماء ونخلط. هنا غادي ناخذ شويه الماء في الطاسه باش غادي نبدا نفزق يديا، وفي نفس الوقت غادي نبدا ندلك في العجينه اللي ضروري ما خاصها تدلك مزيان. من بعد ما كندلكها في هذه المرحله كنعطيها واحد حقها من الدليك، تنغطيها وتنخليها حوالي ساعه ديال الوقت، ومن بعد عاود تنجبدها وتنعاود ندلكها. كما كتشوفوا كنستمر كنمس يديا بالماء وتنبدا ندلك. كما قلت لكم السر باش تنجح لكم ان شاء الله ما تجريوش العجينه من المره الاولى، خليوها قاصحه وبداو تضيفوا في الماء وتدلكوا هكا كتجيكم العجينه مطاطيه، لان البسطيله ديالنا او ورقه البسطيله كتبغي العجينه تكون مطاطيه. غنستمر دائما في الدليك. كما كتشوفوا كنبدا نخبط في العجين بهذا الشكل هذا بحال كنصايبوا العجينه ديال السفنج، وانا كنمس دائما اليد ديالي كنمسها بالماء وتندلك. حاجه اخرى كذلك ما نجريوش العجينه بزاف، غادي تشوفوا نتوما كيفاش غادي نخليها انايا في القوام ديالها في الاخير، غادي تلاحظوا كيفاش خاصها تكون. الا كانت جاريه بزاف غادي تعذبنا في الخدمه، من الاحسن انها تكون شويه يعني مطلوقه، ولكن هي هذيك تكون مقاده. كما كتلاحظوا العجينه ديالنا هي غادي نستمر وغادي نخليها كما قلت لكم ساعه ديال الوقت ان شاء الله، ومن بعد غادي نرجع باش نعاود نبسط العجين، باش نعاود ندلك العجين ديالي ان شاء الله. هنا كما شفتوا من بعد ما خليتها ساعه العجينه ديالي كناخذ هذا الكادر هذا كيسهل علينا مزيان تدلك. فاللي بغات تدلك السفنج او لا هكا تدلك هذا بلا مش طراجيم الورقه البسطيله مشات ليا من بالي، اللي بغات تدلكها مزيان ويعني كيبدا تلصق لها العجينه في اليد وهذا فتستعمل هذا راه زوين بزاف وكيدلك لكم العجينه واعره كيخليها. اللي بغات تستعمل الطراب تقدر تستعملوا اي حاجه، ولكن بصراحه هذه كتجيني مزيانه كنطرب بها وانا مرتاحه. كنستمر دائما وغادي تشوفوا كيفاش غترجع ليا العجين ديالي تماما بحال درتو في يعني في العجانه. اللي عندها العجانه يمكن لها انها تخدم بالعجانه ماشي مشكل، انا خدمت بيديا باش نوري للناس باللي راه ماشي ضروري العجانه، فتقدروا تخدموا حتى بيديكم، حيت كاين الناس اللي ما عندهمش نهائيا العجانه، اللي عندهم غير قصريه وكيعجنوا بيديهم وكيدلكوا بيديهم وتحيه ليهم، وكاين الناس اللي عندهم. دونك لي شوا كيبقاو الاختيار كيبقى لكل واحد. هنا كما كتشوفوا كنستمر دائما. من بعد هنايا ما غادي ندلكها، غادي نخليها كترتاح كذلك. خليتها انايا ليله كامله مثلا يعني الليل، وخليتها في الثلاجه، غطيتها بلاستيك غذائي خليتها في الثلاجه. الصباح هزيتها بديت كنخدم بالعجين ديالي. كما كتشوفوا انا هنايا دائما كنستمر في التدلاك ان شاء الله. من بعد كما قلت لكم غادي نغطيها نخليها ليله كامله ونرجعوا باش نحضروا ان شاء الله الورقه ديال البسطيله ديالنا. العجينه ديالنا كما كتشوفوا من بعد ما ارتاحت ليا كتجي بهذا الشكل هذا. دابا ان شاء الله غادي نبدا في عمليه ديال الطهي اولا الطياب ديال ورقه البسطيله، اللي ما غنستعمل لا فرشه لا والو، فقط يديا. اهم شيء البوطه العافيه
كتبقاو النار تكون مهيله بزاف بزاف. والمقله غادي نستعمل هذه اللي عندي تقريبا طيفال وماشي طيفال ولكن ما كتلصقش، وغادي نحاول نبعد عليها العافيه. راكم شفتوا الحديده اللي درت باش انها تبعد عليها العافيه. حاولوا الا عندكم شي قصديره ولا شي حاجه حطوها عاد باش تحطوا المقله، ونقصوا البوطه مزيان، ولا ديروا حمام مريم، حتى حمام مريم مزيان. كناخذ بيديه فقط وكنبدا نخدم هكا. كتجي الورقه كتجي فنه بحال الطريقه ديال الزنقه. المهم ما غاديش نكونوا حنا 100% كنخدموها بحالهم، ولكن الحمد لله يعني بنادم الا بغى يصوفي راسو راه هذه طريقه مزيانه. ما تخافوش نهائيا ما غتحرقوش، لان الا عرفتوا تتعاملوا مع هذه المقله ديالكم راه ما نهائيا ما غاديش تحرقوا. كذلك هذا العافيه كتكون ناقصه بزاف، فما تخافوش ما غاديش تحرقوا نهائيا. انا كما كتشوفوا كنخليها هكا والبوطه مهيله. كنحاول نسد دوك التقيبات اللي كيبقاو ما عامرينش بزاف، كنحاول نسدهم بالعجين ديالي فقط، وبكل سهوله كتزول ليا هاد الورقه هذه. كتجي يعني سهله كتطلع لراسها من الجناب، كتقول لك حيديني راسها. فهنايا غادي نزولها كما كتشوفوا، وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت باش غادي نحط فوق منها اختها فقط. وكنستمر دائما، طريقه سهله جدا. يعني كيبقى لكم غير نتوما الاختيار، لا تخافوا من المقله. انا ما عنديش نهائيا ما عنديش مشكله مع المقله ولفت المقله. لهذا فحاولوا ان شاء الله راه غتجيكم غزاله جدا، وغتجيكم احسن من ديال الشتاء اللي كتبقاو يعني كتدهنوا وكتطلع لكم ديك الورقه الاخرى اللي كتحطوها في الاول كتبدا تطلع كترول لكم كلشي. فهكا احسن ودغيا كطيب وسهله جدا. غنستمر دائما حتى كنكمل. ملي كنحيد وحده كندهنها، كنحيد الاخرى كندهنها ونديرها فوق من الاخرى. نكمل ان شاء الله العجينه ديالي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي، وغادي نخليكم دائما مع التتمه. ما غاديش نقطع الفيديو.
من بعد ما كملت انا كما كتشوفوا الورقه ديالي هي هذه. من بعد ما وجدات كتجي بهذا الشكل جميله رائعه. غادي نقدم لكم بها ان شاء الله البريوات، غادي نحضرهم بهذا الشهر الفضيل. ما غاديش نشري الورقه، غادي نحضرها بيديا بهذه الطريقه وغادي نخدم بها البريوات وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش خدمتهم. كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم الفيديو، بارطاجيو كذلك الفيديو، وكنقول لكم بسلام عليكم. ولاي وصفات من اقتراحكم حطوها لي اسفل الفيديو ان شاء الله نقدمها لكم. بسلام عليكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء. وما تنساوش لي جمال البنات وتبارطاجيو الفيديو باش ان شاء الله يعم الفائده للجميع. والانستغرام ديالي الشاكي نجاة، انضموا الانستغرام ديالي الشاكي نجاة، تشرفوني فيه ان شاء الله. ونخليكم مع صوت الاذان. بسلام عليكم.